السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان ده اول فيديو اعمله معاكم بصوتي، احب اعرفكم بنفسي. انا سمر. محتواي اللي بقدمه هو محتوى تعليم طبخ، بحاول اقدمه لكم بافكار جديدة اتمنى تستفادوا منها باي معلومة، وافكار سهلة للبنات اللي لسه مبتدئة في المطبخ عشان ما نصعبش الدنيا عليهم. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، وهستنى رأيكم تقولهولي في الكومنتات. وهل شرح الفيديو اوضح بصوتي ولا نرجع تاني للعرض الصامت؟ وطبعا ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب، وفولو للبيج على الفيسبوك وعلى تيك توك، وهسيب لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. وطبعا زي ما تعودنا مع بعض قبل ما نبدأ أي فيديو، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلا بينا نبدأ الفيديو. وصفة النهاردة هي النجرسكو. بنات كتير بتشيل هم خطواتها ومكوناتها، لكن في الفيديو ده أنا جبت لكم أبسط طريقة ليها، والنتيجة بجد أنا متأكدة إن هي هتعجبك قوي، وأعرفك إزاي تطلع معاكي أحلى 100 مرة من بتاعة المطاعم وبأقل الخطوات. معايا صدر فرخة مخلي من الجلد والعظم، طبعا غسلته كويس جدا ونشفته، ودلوقتي بدأت أقطعه شرايح رفيعة خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه. هعمل كل الصدر بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية، وبكده اكون خلصت كل الكمية. اسيبه بقى دلوقتي على جنب، وابدأ اقطع المشروم. معايا طبق مشروم، اعملي منه الكمية اللي انتي عايزاها. المشروم هنا كميته اختيارية، ترجعلك انتي، حباه كتير حباه قليل، الكمية ترجعلك. انا هنا مش بغسل المشروم، انا يدوب بمناديل مطبخ او بفوطة مطبخ نظيفة، بدوب بمسحه من اي تراب عليه زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اقطع المشروم شرايح رفيعة خالص، وزي ما قلت لكم الكمية اللي تحبوها. ولو انتي اصلا مش بتحبي المشروم ممكن ما تحطوش خالص، يعني المشروم في الوصفة هو بيفرق في الطعم الوصفة وبيديها تيست حلو قوي، بس مش ده اختياري، فممكن تستغني عنه خالص. وهنا رفعت طاسة على النار ونزلت فيها بمكعب زبدة كبير، واول ما الزبدة ساحت نزلت عليها بالفراخ اللي انا قطعها، وفضلت اقلب الفراخ كويس جدا لحد ما تغير لونها تماما. ما تسيبهاش خالص عشان كلها تاخد نفس اللون من كل اتجاه، يعني افضل اقلب فيها كل شوية كده. وبعد ما لونها اتغير تماما بالشكل ده ابدا انزل عليها بالبهارات بتاعتي. انا حطيت عليها ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، بس انا بستكفي بالبهارات دي، لان اي بهارات تانية زي الكاري، بهارات الفراخ، البابريكا بتأثر على لون الفراخ، وانا بحب وصفة النجرسكو يبقى لون الفراخ بتاعتها يبقى فاتح. خلاص بعد ما اتشوحت كويس الفراخ طلعتها في طبق، ونزلت في نفس الطاسة بالمشروم اللي انا مقطعينه مع بعض، وهنا زودت مكعب زبدة صغير، وبدأت اشوح المشروم كويس لحد ما يدبل خالص ولونه يتغير. هو مش بياخد وقت خالص على النار، لان اصلا انا قطعه رفيع والمشروم اصلا بيستوي على طول. بس بالشكل ده بعد ما استوى ولونه اتغير انا نزلت عليه تاني بالفراخ وقلبته تقليبه مع بعضه، وبعد كده هرفع خلاص. وبكده حشوة النجرسكو تكون جاهزة، اشيلها بقى من على النار واسيبها على جنب لحد ما نخلص بقية الخطوات. معايا كيلو ونص اللبن كامل الدسم، اللبن اللي معايا يكون بارد، لكن لو اللبن اللي معاكي كان مش كامل الدسم تقدري ساعتها تزوديله معلقتين قشطة كبار.
تمام كده. نزلت عليهم بأربع معالق دقيق كبار ومعلقة كبيرة جبنة كريمي. دي اختياري بس هي بتدي طعم حلو قوي لو موجودة عندك يعني. ومكعب مرق الدجاج وملح وفلفل اسود. واعملي حساب ان المرقة بتكون فيها ملح عشان ما تزوديش قوي الملح ويملح معاكي في الاخر خليط البشاميل. وقلب كله على البارد كويس جدا لحد ما الدقيق يدوب تماما قبل ما ارفعه على النار. وبعدين رفعته على النار مع الاستمرار في التقليب. ما سيبش يا جماعة الخليط خالص علشان ما يعملش اي تكتلات لو في اي بقايا دقيق خفيفة لسه ما دابتش. والجبنة الكريمي ومرقة الدجاج تدوب تماما. تمام. طب انا دلوقتي لو ما عنديش لبن بارد، لو اللبن اللي عندي انا لسه غلياه، اعمل ايه؟ لا انا ما اقدرش اعمل خطوه اللي هي احط الدقيق على اللبن السخن على طول، هلاقيه كتل معايا. طب وقتها هاخد الدقيق ادوبه في 3 4 معالق ميه بره واتاكد ان هو داب تماما. وبعد كده اقوم بايد اصب على اللبن وبالايد التانية اضرب كويس، هيديني نفس القوام ومش هيعمل معايا اي تكتلات. تمام كده. طيب انواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني. طب انا هنا حطيت على الكيلو ونص حوالي 4 معالق كبار. انتي ممكن لو عملتي مثلا الدقيق بتاعك ممكن تحتاجي كمية اقل او كمية اكتر. فانتي دلوقتي هتحطي الكمية وبعدين بعد كده لو لقيتي ان انتي محتاجة تاني وهو سخن على النار بتدوبي معلقة دقيق في معلقة مية بره او معلقتين مية وبتنزلي عليهم على الخليط بتاع البشاميل. لو انتي احتاجتي كمية اقل خلاص يعني انتي ممكن تبدأي ب3 معالق كبار. تمام كده. خلاص انا دلوقتي اول ما خليت البشاميل غلى انا رفعته من على النار. دلوقتي انا كنت سلقة مكرونة. هو انسب نوع للنجرسكو هي الفيتوتشيني او مكرونة الشرايط، هو اختلاف المسمى هي. انا كنت سلقاها 3/4 سوا. يا جماعة ما حدش يحط في مية السليق زيت تماما. الزيت بيطرد اي صوص يمسك في المكرونه، سواء عاملاها بصوص احمر سواء عاملاها بوايت صوص سواء عاملاها بشاميل سواء عاملاها باي صوص ما ايا كان. الزيت بيطرد الصوص من على البشاميل. فانا بحط حله على النار فيها شويه ميه يغلوا وفيها معلقه ملح صغيره بس، ما بحطش اي حاجه تانية. المكرونه عشان لسه هتخش الفرن بسويها 3/4 سوا. وبعدين بعد كده خدت المكرونه نزلت عليها ب3 4 كبشات من خليط البشاميل ودوبتهم فيها. وبعدين بعد كده البايركس بتاعي او الصينيه نزلت فيه معلقتين كبار بشاميل من تحت. حطيت نص المكرونه، حطيت الخلطه اللي انا عاملاها او الحشوه اللي انا عاملاها معاكم اللي هي عباره عن المشروم والفراخ. وحطيت الزيتون. واعملوا حساب برضو الملح لو انتوا هتزودوا في الزيتون طبعا بيبقى مالح فتقللوا شويه من الملح بتاع الفراخ. ورشة جبنة موتزاريلا وبعدين طبقة مكرونة تاني. وبعدين آخر حاجة جبن البشاميل وجبنة موتزاريلا وزيتون. تمام. هدخلها فرن ساخن مسبقا درجة حرارة 200. رف ليه على الشبكة رف أوسط. بتقعد حوالي نص ساعة، ما تزوديش عن كده علشان تتنيها جوسي وتطلع لك بالقوام المطلوب. أول ما الجبنة تسيح وتحسي إن هي تماسكت شوية بشغلها الشواية علشان تاخد اللون ده وهتطلع معاكي بالجمال ده. بجد يا جماعه انا مش قادره اقول لكم الريحه كانت قلبه البيت ازاي. كان طعمها يجنن، قد ايه طريه جوسي جدا، قد ايه الحشوه زي ما انتم شايفين طعمها حلو قوي. انا متاكده انك لو جربتيها هتبطلي تجيبيها تاني من اي مطعم. بجد حلوه قوي قوي قوي، هتعجب الكبار قبل الاطفال. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وتشاركوا الوصفة مع كل حبايبكم. وأشوفكم يا حلوين في فيديو جديد. وأخيرا لايك وشير لو عجبكم الفيديو.